الحقيقة يعني أنا في غاية السعادة إن أنا موجودة في بيت السناري، ده رقم واحد. وطبعا برئاسة الباشمهندس هيثم مهيب، وهو أخ عزيز وفنان جميل طبعا، تحت مظلة مكتبة الإسكندرية وأستاذنا الدكتور أحمد زايد. وسعيدة لأسباب كتيرة جدا، منها كمان إن أنا يعني هشارك ولو بجزء بسيط، ولو بالكبسوله اللي جاتني. هقول لكم على الكبسوله بعد شويه. ان انا هشارك في بنت الحاره ودكتور طارق منصور. الحقيقه استاذ الدكتور طارق منصور يعني علاقتي بيه تبدا منذ زمن بعيد، يعني من فتره طويله جدا، وانا يعني اعرفه قبل ان يعرفني. يعني هو كاستاذ في جامعه عين شمس، وانا علاقتي بجامعه عين شمس تبدا من أكتر من 20 سنة. فكنت بتابعه وبتابع الأنشطة بتاعته. كان هو في رئاسة الجامعة دايما، وكان احنا علاقتنا مع رئاسة الجامعة مباشرة. فشفت إنسان دم في الخلق، شفت أدب جم، شفت عالم في تخصصه وفي الفلسفة تجده يتحدث. أنا شخصيا في كل ملتقيات يعني اما اكون خلاص مش لاقي حد، يعني في ضيف مثلا غاب لسبب او لاخر، هو الضيف الوحيد الجاهز في اي وقت. يعني دكتور طارق انا بتكلم في موضوع لو في الصحه هيطلع وهيتكلم، لو في الاقتصاد هيتكلم. فدكتور طارق يعني الحقيقه استاذ كبير. وفكره الادب طبعا انا اعرفه من فتره كاستاذ تاريخ ونقول يعني المسؤول عن الأنشطة في جامعة عين شمس في فترة طويلة من الزمن. ولكن كنت تلاحظ فكرة عنده بيقول جملة، عنده جملة هتطلع امتى مش عارفة. يعني فكرة الشعر، بدأ بالشعر، كان بيقول شعر في بداية كتاباته شوية، وظهرت رواياته. الله، هو كان باين. حتى احنا على علاقة كمان كمجموعة أصدقاء، دكتور طارق وأنا من ضمن الجروب ده. كان دائما وأبدا هو في حالة نقول تفكير عميق فيما يحدث، له آراء فيها الطابع الأدبي، الطابع اللي فيه إبداع. يعني عنده جملة دائما وأبدا بديعة، يعني تقول ده. يعني ما كنتش متخيلة إن في يوم من الأيام بالسرعة دي إن هيظهر لنا كل هذه الإبداعات، لما زيزي هانم وعلى باب مصر وأخيرا بنت الحارة. يعني لا، دكتور طارق الحقيقة أنا بتوسم له الحقيقة زي ما أولاد حارتنا مش هي اللي فازت بجائزة نوبل برضو ولا ايه؟ يعني اتوقع ان شاء الله ان دكتور طارق هيكون له شأن كبير جدا في عالم الادب، مش المصري بس، لا الادب العربي والعالمي. يعني هو وجاهة الاسم تكفي، او احنا لما نشوف الاسم يستدعي امامنا اشياء كثيرة وكثيرة. بكل بساطة دكتور طارق منصور، تحية كبيرة. اتفضل يا استاذ. أنا هستأذن حضراتكم بعد طبعا تعريف السادة الضيوف، هم كلهم أعلام، لكن يعني بحكم